شباب تانية سنة ركزوا معايا. النهارده بقى نتكلم أول أجزاء عندنا في شابتر 3 الترم التاني. ركزوا بقى معايا. أول حاجة هتقابلك في الدرس ده يعني إيه كلمة دينستي. أولا الشابتر بتاعنا برضو سريعا نبقى فاهمين كده. هو الراجل ده بيتكلم على فكرة بالظبط كده، بيتكلم على فكرة الليكويد ات ذا ريست. يعني ببساطة لو ركزنا الليكويد ات ذا ريست يبقى أنا هتعامل مع كل نقطة موجودة معايا جوه الليكويد. هفهم الأول الليكويد من بره بيديني ويت أو ويت بيبقى أتقل من التاني إزاي، أو الماس بتاعت الليكويد ده أتقل من إزاي عن طريق مفهوم الدينستي. دينستي ببساطه هي قد ايه ماس اوفر قد ايه فوليوم. ركزوا معايا عشان في حاجات كده تفاصيل بسيطه هنا واحنا شغالين هتلاقي دمها خفيف، فانت القطها كده فهما عشان بتحتاجها في المسائل. مثلا لو انت عندك كونتينر مثلا 1 لتر بالشكل ده، وكونتينر تاني 2 لتر، طبيعي ان انت عشان تملى ال 1 لتر هتاخد كميه معينه من الووتر، عشان تملى ال 2 لتر هتاخد كميه اكبر. ايوه انا عايز اوصلك ليه، عايز اوصلك ان انت لو زودت فوليوم هتحتاج اوتوماتيك ان انت تزود الايه، الماس 10 على 10. يبقى ببساطه الدينستي والسيمبل بتاعها بيكون رو، دي عباره عن ايه، عباره عن قد ايه ماس على قد ايه فوليوم. وفي نفس الوقت ركز بقى، ايوه doesn't change with mass or volume. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي doesn't depend on mass or volume. برضو ما فهمناش. لا لو ركزنا في اللي انا قلت لكم هنا، قلت لك زودت فوليوم ايه اللي هيحصل؟ الماس هيزيد. يبقى اللي انا عايز اقوله هنا ان الموضوع كله ديبند على الكايند اوف ايه بالظبط كده، الكايند اوف ليكويد او الكايند اوف ايه ماتيريال. يبقى ببساطه الدنستي عايز تغيرها غير النوع او غير التمبريتشر. يبقى احنا عندنا الدنستي اللي حاجتين اللي ممكن يغيروها، انك تغير اصلا الماتيريال ككل، يعني زي مثلا انت لو عندك ليكويد معين تغيره، او سيادتك تغير مين، التمبريتشر. يعني تغيير التمبريتشر برضو بيأثر على مين، الدنستي. يبقى ببساطه اول رول كده عندنا الماس اوفر الفوليوم تديني مين، الدنستي. ولازم ناخد بالنا ان الفوليوم ده لازم يكون ميجرد باي متر باور 3، والماس لازم تكون باي كيلو جرام. وبحكم ان دراستنا اغلبها ليكويد، ركزوا بقى معايا، يبقى مهم بالنسبه لي قوي ان انا اخد بالي من حاجه اللي هي اليونت، اشهر يونت لاستخدام الفوليوم او لقياس الفوليوم بالنسبه للليكويد اللي هي مين، الليتر. يبقى انا عشان اوصلها لمتر باور 3 يبقى دي هتبقى ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. يبقى دي تحويله كده مهمه تبقوا واخدين بالكم منها. واحده كمان برضو ناخد بالنا منها، سنتيمتر باور 3 عشان تكون متر باور 3 بالظبط دي هتكون ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6. تحويلتين دول مهمين نفتكرهم لان دول هتحتاجهم كايه، كفوليوم. طيب نركز بقى مع بعض شويه. يبقى اول رول عندنا قد ايه ماس اوفر قد ايه فوليوم. يظهر عندنا بقى رول جديد اسمه الريلاتيف دينستي. ايه معنى كلمه ريلاتيف دينستي؟ بصوا يا شباب ببساطه، ريلاتيف يعني ريشيو. يعني معنى كده ان انا هاخد ريلاتيف دينستي يعني هاخد دينستي على دينستي. طيب اولا ايه هدف الريلاتيف دينستي؟ النقطه اللي هقولها دي خارج المنهج بتاعكم بس تفهموها. الريلاتيف دينستي عمليا سهل جدا حسابها، وهنشوف الكلام ده في المحاضره الجايه في حاجه اسمها يو شيبد تيوب. ان الجهاز ده جهاز بسيط جدا، وامكانيه الحصول منه على الريلاتيف دينستي بتكون اسهل بكتير جدا من الحصول على الدينستي نفسها. فبالتالي دي في سهوله عمليا للحصول على ده. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي احنا هنلاحظها واحنا بنحسب دلوقتي ان الارقام في الريلاتيف دينستي بتكون اسهل. يعني ايه الشكل ابسط؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو انا بقول الريلاتيف دينستي عايزها لاي ماتيريال بتكون عباره عن ايه، سيادتك بتروح واخد فوق الدينستي بتاعت مين، الماتيريال، صح كده، وتحت الدينستي مين، الووتر. يبقى لو انت عايز تجيب ريلاتيف دينستي لاي حاجه تبقى دينستي الماتيريال على دينستي الووتر. ازاي بقى الرقم بسيط، دينستي الووتر اصلا 1000. مثلا دينستي بقى الماتيريال اللي حضرتك عاملها جربها بقى على اي حاجه. يعني مثلا لو احنا هنقول حاجه توضيحيه كده، مثلا انا عندي دينستي الميركوري ودي هنستخدمها كتير 13600. طب انا بقى عايز ايه، اشتغل على الريلاتيف دينستي بتاعتها. ابسط كتابا في الارقام، يعني لو جيت عملت كده ريلاتيف دينستي هاخد الكلام ده ديفايد مين، ال 1000 يبقى تبقى 13 ايوه 600، ده كل ده اوفر مين، ال 1000. الرقم في الاخر هيطلع معايا كام، 13.6. ابسط واسهل بكتير في الكتابه بتاعته. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم زي ما انا قلت لكم ان امكانيه الحصول عليها عمليا اسهل بكتير. طب هل قانون الريلاتيف دينستي هيقف معايا لغايه كده؟ لا، ركزوا بقى معايا كده شويه ونشوف. بصوا معايا يا شباب، لو احنا قلنا مثلا الريلاتيف دينستي هي قد ايه، دينستي الليكويد مثلا على دينستي الووتر، او دينستي الماتيريال على الووتر، براحتك، المهم ان اللي تحت ده مين، الووتر طول الوقت. ايه رايكم لو حبينا نفك الرول ده مع بعض؟ فك لي كده الدينستي اللي فوق، ايوه هتبقى ماس اوفر الفوليوم، صح، بتوع مين دول، بتوع الليكويد. وتحت الماس اوفر الفوليوم بتوع مين، ايوه الووتر. طب سؤال بسيط، لو انا هتكلم على ليكويد ووتر، ومثلا في مساله ما هو قال لي ان الليكويد والووتر دول هما الاثنين في نفس الكونتينر. طب ما هما الاثنين في نفس الكونتينر، يبقى انا بتكلم على ان الفوليوم والفوليوم ذا سيم. طاير الاثنين دول كده مع بعض، يبقى هتطلع معاك ادي ماس الليكويد اوفر ماس الووتر. بس خد بالك من حاجه، انت كده تقدر تستخدم الريلاتيف دينستي بالقانونين. يعني ممكن تجيبها دينستي الليكويد بتاعتك على دينستي الووتر لو انت عايز، او
ماس الليكويد على ماس الووتر مفيش مشكله، بس خد بالك ان القانون ده فيه كونديشن مهمه، ان انت لازم يكون الفوليوم بتاعك از ايه كونستنت. لازم يكون الفوليوم بتاعك اصلا القيمه بتاعته ايه كونستنت ما اتغيرتش. طيب نركز بقى مع بعض في الاكزامبل اللي جاي ده. لو جه قال لي ان انا عندي كونتينر اوف ماس 10 كيلو جرام، وبيقول لي عندي اتس ماس when filled with water. انا ماليه بالووتر بكام؟ نقول وليكن مثلا 50 كيلو جرام، ونقول and when filled with another liquid ب 40 كيلو جرام، ويقول لي مثلا find ايه بقى؟ اول حاجه الراجل عايز الريلاتيف دينستي، تاني حاجه عايز مني الفوليوم اوف كونتينر. وطبعا هنا هتلاقي في المساله في جيفن كده مهم ان الرو بتاعت الووتر ايكوال 1000. طبعا لو حضراتكم بتحلوا من اي كتاب مثلا سيزر المعاصر او حاجه هتلاقي كاتب الكونستنت دي في اول المسائل خالص. نركز بقى مع بعض. اول حاجه نطلع كده بشويه الداتا اللي موجودين عندنا. اهم حاجه ان الكونتينر الماس بتاعته كام؟ 10، وبيقول لي هو مليان ووتر كان 50، يبقى كده الووتر نفسها كام؟ 40 10 على 10. يبقى كده اول معلومه عندي لازم ابقى واخد بالي منها ان ماس الووتر طلعت بكام؟ بالظبط هو كان مديني 50 كتوتال ماينس ال 10 طلعت 40. طيب وماس الليكويد، نركز. ماس الليكويد في الاساس في المساله عندي قال لي انها كام؟ 40 كيلو جرام. يبقى لو انا عايز اجيبها هي من غير الكونتينر هتبقى ال 40 ماينس ال 10 يطلع كله في الاخر 30 كيلو جرام. دول الاثنين ماس اللي موجودين عندنا، وعندي الدنستي بتاعت الووتر في الاخر كام رقمها؟ 1000 او 10 باور 3. يبقى ببساطه كده نركز مع بعض وهنلاقي ان انا ممكن اجيب اول ريكوايرد هو طلبه اللي هي فكره الريلاتيف دنستي، قد ايه ماس ليكويد على قد ايه ماس الووتر، لاني ببساطه ايوه 10 على 10 الاثنين ذا سيم كونتينر. يبقى هنا هنقدر نقول ال 30 اوفر مين؟ ال 40، او 3 اوفر 4، او طبعا 0.75. وطبعا يونت ليس لان الريلاتيف ريشيو بين تو سيميلار كوانتيتي. ندخل على جزئيه ثانيه مهمه، وهي لو انا قلت انا عايز الفوليوم بتاع الكونتينر، طب هجيب الفوليوم بتاع الكونتينر ازاي؟ ببساطه الفوليوم عندي جزء من الرول اللي موجود فيه الدنستي، يعني انا عندي دنستي قد ايه ماس على قد ايه فوليوم. يبقى انا لو عايز الفوليوم هبدل الاثنين مع بعض، يبقى الفوليوم عندي هيطلع الماس اوفر مين؟ الدنستي. طيب هو انا عندي معلومات لده؟ انت عندك تقدر تجيبها من طريق الووتر. ازاي يعني؟ ده طالب فوليوم الكونتينر، ما هو فوليوم الكونتينر الووتر جوه الكونتينر ماليه الكونتينر. يبقى كده بمعنى ببساطه ان انا لو قدرت اقدر اجيب فوليوم الووتر يبقى كاني بالظبط جبت فوليوم مين؟ الكونتينر. طب تعالوا نشوف الماس بتاعت الووتر عندي ولا مش عندي؟ عندي الرقم بتاعها بكام؟ 40 كيلو جرام، وكجيفن في المساله اللي دينستي الووتر 1000. يبقى كده ببساطه هنقدر نقول ان الفوليوم بتاعنا هو عباره عن ايه؟ 40 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 متر باور 3. ده كده الفوليوم بتاع مين؟ الكونتينر. ركزوا بقى معايا. هندخل في الجزئيه بقى بتاعت بريشر الليكويد. طيب قبل بريشر الليكويد في جزئيه بسيطه كده هو فاصلها عندكم في درس، بس برضه ما تاخدش درس، يعني فكرتها سهله قوي ان احنا نفهم يعني ايه كلمه بريشر ده بصفه جنرال. ببساطه كده يا شباب لو جينا ركزنا مع بعض، لو حضرتك مثلا بتضغط على ايدك مثلا، على صباع ايدك بحاجه زي كده، ضغطت بقلم زي ده كده عادي، احنا عمالين نضغط مفيش اي مشكله. هل تقدر تضغط نفس الضغطه دي او تاثر بنفس الفورس دي بدبوس مثلا؟ طبعا مستحيل. ايه الفكره؟ لان سيادتك لو ضغطت بدبوس زي كده الخبطه دي هتعمل بريشر عالي قوي، انت حتى لو ضغط بفورس قليله. يعني اللي انا عايز اقوله من هنا ان انت البريشر بتاعك بيعتمد على قد ايه فورس، يعتمد معاك على قد ايه اريا، يعتمد معاك على الدايركشن برضو. يعني ايه دايركشن؟ ببساطه انت لما تيجي تعمل بريشر بشكل بريبنديكولار كده، يعني باعتبار ان الاريا بتاعتنا هي الورقه دي، لو احنا عملناه بشكل بريبنديكولار هيكون تاثيره عالي، لكن لو انا عامله بشكل في انجل زي كده التاثير بتاعنا ايه اللي هيحصل له؟ هيقل زي ما احنا شايفين كده، نلاقي النتيجه بتاعت ان البريشر ماله بيقل بالظبط. فنركز مع بعض، فورس عندي اريا عندي هنا الدايركشن يعني الانجل. طب انا لو عايز اجمع الثلاثه دول مع بعض كفاكتور هقول ان البريشر اولا سيادتك زودت الفورس هيزيد البريشر، زودت الاريا لا هيقل، هيزيد لا هيقل طبعا، عشان احنا قلنا قبل كده البريشر بيبقى اعلى طول ما انت بتاثر على اريا اصغر، زي الفرق ما بين القلم زي ما قلنا والدبوس من شويه، او مثلا الفرق ما بين السكينه بتاعتك، السكينه الطرفين بتوعها جزء شارب يعني الاريا قليله فبالتالي بتعمل بريشر قليل. لا عالي، ممتاز اللي قال. لكن الجزء اللي فيه اريا عاليه يدي معاك بريشر اقل، يعني معنى كده ان الريليشن ما بين الاثنين هتكون انفرس.
يبقى كده الفورس اوفر الاريا. اضافه لكده كمان هزود معانا مين هنا؟ ساين الثيتا. ايوه مين الثيتا دي؟ ان حضرتك يكون عندك اريا بالشكل ده كده، ركز كده معايا، والاريا دي تاكت عليها بفورس مثلا بالشكل ده. الفورس هنا المره دي عامله لي انجل اللي هي ثيتا. اهم حاجه مكان الانجل عشان تقدر تشتغل بالرول ده وما يطلعش فيه اخطاء وتعتمد على الساين، لازم تتاكد ان الانجل اللي سيادتك حاسبها هنا هي الانجل ما بين مين ومين؟ ايوه هي الانجل بتوين الفورس اند اريا. الانجل بتوين الفورس اند ايه؟ اريا. يبقى ببساطه قد ايه فورس مع ساين الانجل مع مين؟ مع الاريا. طب لو ركزنا كده مع بعض، هل مهم بالنسبه لي ان انا ابقى عارف الانجل دي؟ طبعا، لانه لو قال لي بريبنديكولار يبقى هو معنى كده ان هو وصل الانجل للوضع النورمال كده اللي هو اعلى وضع عندي، هتبقى 90، فبالتالي هتبدا تتكنسل. فابقى واخد بالي من حته زي كده. احيانا برضو تبقى واخد بالك في بعض مسائل ان هو بيعتبر ان الفورس هي الويت. يعني ايه الكلام ده؟ ما هي الويت دي اللي هي الام في الجي، ايه علاقتها بالفورس؟ لو انا سالت حضرتك كبريشر، انت البريشر اللي انت بتاثر بيه مثلا وانت قاعد في مكان معين، هيبقى الفورس بتاعت وزنك انت على المكان اللي سيادتك قاعد او واقف او نايم فيه ايا كان وضعك. وفي كل وقت انت هتكون موجود فيه على وضع معين، ده هيختلف باختلاف البريشر. يعني وانت واقف تاثيرك هيتوزع على الاريا بتاعت رجليك الاثنين، وانت نايم تاثير البريشر بتاعك هيتوزع نتيجه الاريا بالجسم بالكامل، فبالتالي البريشر هيكون اقل. يبقى لو ركزنا كده مع بعض هنلاقي ان الفورس بتاعتنا ممكن في بعض الاحيان ان انا اعتمد فيها على الويت. نركز كده مع بعض برضو اكزامبل كده دمه خفيف. لو جينا قلنا ان انت عندك كيوبويد الدايمنشن بتاعته 10 في 20 و30. الدايمنشن اللي هي لينس وماس وايه وهايت. جميل الكلام ده. طالما كيوبويد بيقول لي اوف ماس 50 كيلو جرام وعندي ماس ب 50 كيلو جرام. جميل. وبعدين طبعا ناخد بالنا من نقط مهمه قوي، ان الدايمنشنز دي كلها باي سنتيمتر. جه هنا قال لي فاين الماكسيمم بريشر اف كيوبويد، الماكسيمم بريشر بتاع الكيوبويد، والمينيمم برضو بريشر اف كيوبويد. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هو عايز منك مينيمم وماكسيمم لنفس الاوبجكت. طب هل الكلام ده ممكن؟ طبعا. يعني ازاي يقدر اجيب له الماكسيمم والمينيمم لنفس الاوبجكت؟ ببساطه هو هيلعب من حضرتك على فكره الكيوبيد، هيبقى قاعد على انهي اريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فرضا ان احنا الشكل اللي احنا راسمينه كروكي ده يمثل بالنسبه لي شكل الكيوبيد، زي مثلا لينس ويتس. لو انا حطيت الاريا الجزء اللي تحت اللي هو مأثر عليه ده اريا كبيره، يبقى ده هيخلي البريشر اقل. لكن لو انا مختار الدايمنشن الاقل، ايوه ممتاز كده، فهتدي اريا اقل، فهيرفع لي الفاليو بتاعت البريشر، هيوصل لي الماكسيمم بريشر. يبقى نركز كده مع بعض ونشوف احنا هنتعامل مع المساله ازاي. كالاتي، هو الراجل قال لي ان انت عندك الدايمنشن عشان ما ننساش عباره عن 10 20 30، وقال لي ان الماس اللي موجود عندي في المساله ب 50 كيلو جرام. اول حاجه انا كده هعتمد على الويت، يبقى البريشر بتاعي هيبقى قد ايه ويت على قد ايه اريا. الويت عندي كام؟ 50. فطبعا ايوه 10 ماس في جرافيتي اكسلريشن اوفر الاريا اللي هختارها المره دي. هو انا في الاول عايز البريشر مين؟ الماكسيموم. يبقى الاريا اللي هختارها المره دي هتكون مين؟ المينيمم. مين المينيمم؟ الاثنين دايمنشن دول 10 ملتبلاي 20. بس عشان يكون رقمي مظبوط لازم احول من سنتيمتر باور 2 اللي هم الاثنين دول مع بعض المتر باور 2 يعني 10 نيجاتيف 4. كده سيادتك وصلت لمين؟ للبريشر ات ماكسيمم فاليو. طيب لو جينا هنا قلنا البريشر عايزين نجيبه مينيمم، يبقى الويت اوفر مين؟ الاريا 50 في 10 اوفر، طالما مينيمم يبقى اعلى. ايوه بالظبط، يبقى 20 في كام؟ في 30. ممتاز قوي الكلام ده. وطبعا ما ننساش 10 نيجاتيف 4. بص بقى يا اساتذه، الجزئيه بقى بتاعت البريشر انسايد ذا ليكويد مهمه قوي ان انت تبقى عارف الرول بتاعك جاي منين قبل ما تبدا تحل مسائل. طيب نركز مع بعض. انا دلوقتي هتكلم على مين؟ بريشر ات بوينت انسايد ليكويد. موضوع بمنتهى البساطه ان انا هجيب كونتينر زي كده. الكونتينر ده وليكن مثلا هنقول ان هو مقفول المره دي، والكونتينر ده جواه ليكويد، وانا عايز اقيس تاثير الليكويد ده على اريا معينه. يعني الليكويد ده مالي الكونتينر بالكامل، اريا بقى في اي مكان انت عايزه. زي مثلا نقول ان احنا عايزين اريا بالشكل ده كده. كده الجزء من الليكويد اللي بيأثر على الاريا هو الكولوم اللي احنا بنرسمه ده. ده الجزء ده اللي عامل تاثير على الاريا، لان الوزن كله بيأثر لتحت. طب مش الكولوم ده لو انا عامل دي على شكل سيركلر، يبقى الفوليوم بتاع الكولوم ده اللي بيأثر هيكون عباره عن ايه؟ الاريا في الهايت، لانها على شكل ايه؟ سلندر. ممتاز. طب نعمل ايه؟ ببساطه هنروح للقانون الاساسي، ان سيادتك انت لو عندك بريشر هتبقى عايز مين؟ قد ايه فورس على قد ايه اريا. طبعا الفورس اللي هنا بتأثر اللي هي الويت اللي هي الام في الجي،
ممتاز. اوفر مين؟ الاريا. ها ركز معايا، الماس كنا بنفكها ازاي؟ الناس كده تصحصح معايا، لسه قايلين الدينستي ماس على فوليوم، كروس يبقى الماس ايكوال دينستي في فوليوم. ممتاز. يبقى كده انا ممكن ببساطه اروح فاكك الماس هنا واخليها قد ايه؟ دينستي في فوليوم في جرافيتي اوفر مين؟ الاريا. سؤال بقى مهم، احنا لسه قايلين من شويه ان الجزء ده بيتفك اريا في هايت. مين الجزء ده؟ ايوه الفوليوم. ممتاز، الناس اللي مركزه. يبقى هاجي هنا للمساله هلاقي البريشر وصل اللي معايا لايه؟ الدينستي زي ما هي، الفوليوم هيتفك اريا في هايت، ومين هنا؟ جرافيتي اكسلريشن، وهنا مين؟ الاريا. اريا شالت الاريا، يبقى طلع معانا ان البريشر بتاع الليكويد ايكوال الرو في الجي في الاتش. ايوه واحد هيقول لي يعني الاتش ده اللي هو الهايت، هو بالنسبه للكولوم ده الهايت، لكن على ارض الواقع انت لما بتنزل اي جسم في اي ليكويد كده يبقى الجزء اللي انت نزلته ده ما اسموش هايت، ده اسمه ديبس، صح كده؟ يبقى الاتش هنا ناخد بالنا منها، هي تمثل بالنسبه لي مين؟ الديبس. ممتاز. يبقى كده اي بريشر جوه ليكويد، خدوا بالكم ان اللي كاتبه انا ده بروف، اللي هو يوصلك القانون في الاخر يتقاس ازاي او يتحسب معانا ازاي. يبقى كده لو ركزنا عشان ما نتوهش من اللي احنا كاتبينه ده، الموضوع ببساطه بعد كل الخطوات اللي احنا قلناها هنلاقي ان البريشر بصفه جنرال يتفك فورس اوفر الاريا مع ساين الثيتا، لكن لو انا هتعامل ببريشر جوه ليكويد هعتمد على الرو والجي والاتش. والقانونين زي ما احنا شفنا القانونين اساسا يعتبروا صح، بس الفكره ان دي صوره لي ودي صوره مختلفه فقط لا غير، والاتش دي بالنسبه لي اللي هي مين؟ الدبس. نقطه بقى بسيطه ومهمه جدا قبل ما نختم كلامنا. اول حاجه، هو انا مش بالضروري ان انا يكون عندي الكونتينر ده كلوزد، ممكن يكون اوبن. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي كونتينر كده جواه ليكويد واثر معايا هنا باتموسفيريك ايه؟ بريشر. يبقى الاتموسفيريك بريشر اللي عندنا ده بيأثر على مين؟ على الليكويد، والليكويد ممكن يأثر على نقطه. يبقى ببساطه انا عندي كام بريشر مثلا سي لغايه البوينت دي؟ هلاقي عندي اتموسفيريك وبعد كده بريشر الليكويد. يبقى هلاقي ان انا ممكن اوصل ان بي توتال ايكوال بي اي بلس الرو جي اتش، او ممكن تبقى البي توتال هتبقى الرو في الجي في الاتش. بس امتى ده وامتى ده؟ ببساطه الجزء ده لما بيكون عندي الكونتينر زي ما احنا شايفين كده اوبن وفي هواء، ده يمثل بالنسبه لي وجود الاتموسفيريك بريشر وبيكون كونستانت فاليو طبعا. لكن لو انا قفلت الراجل ده وخليته كلوزد كونتينر يبقى البريشر التوتال بتاعتي هتكون الرو في الجي في الاتش اونلي. بس كده. بص يا شباب، بدايه الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنمسك بقى الاجزاء بتاعت المسائل دي كلها، حل عليها بشكل مستفيض اكتر، بس تكونوا انتوا اوريدي ابتديتوا حل في الموضوع، عشان تبقى انت كل جزئيه انا بقولها تبقى انت لو وقفت فيها تبقى اوتوماتيك اتخزنت في دماغك، لانك تبقى شفتها مرتين، مره بنفسك ومره من خلال المسائل اللي احنا هنشتغلها مع بعض. اشوفكم على خير، مع السلامه.